اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا كلنا بقى ننزل نصلي على سيدنا محمد في التعليقات قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا النهارده عبارة عن ايه؟ هنعمل بقى حلة محشي تمام على لزوم الشتا بقى، والجو بدأ يبرد، فنعمل الولاد حلة محشي تمام. وخصوصا انا عاملاها دي للبنوتات المبتدئة لسه في المحشي، انا عارفة ان في ستات اشطر مني كتير. تمام، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس انا هعمل فيها اضافة بسيطة، ان انا هسوي الفراخ والمحشي في نفس الحلة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة انا جبت الكرنباية عندي وشلت الجزء اللي فوق ده، وبعدين أنا هافصصها من بعضها لإنها طبعًا أنا ما عنديش حلة تاخد الحجم ده، فهابتدي أفصصها من بعضها. ممكن أسلقها بحالها كده وابتدي أشيل ورقة كده وهي في المَيّة المغلية، لكن زي ما باقول لكم الحلة عندي مش هتاخدها، فهابتدي بقى أفصصها كده وابتدي أطبّق الجزء ده كده اللي فيه العروق، وبعدين أغلي مَيّة وابتدي أنزل بالورق بتاعي، يا دوبك أسيبه دقيقة أو دقيقتين بالكتير أوي، وابتدي أرفعه. هارفعه بقى في طبق كده وعليه مصفى. تمام، أحط كده ورقتين 3 وورقتين 3، أصفّيها كده من المَيّة، وكل ما باحطه على بعض هو بيستوي من السخونية. وبعد ما أخلّص الكمية كلّها هابتدي بقى أعمل التقلية بتاعة المحشي. أول حاجة هانزل بأي مادة دهنية، وبعدين هانزل ببصلاية محترمة كده مبشورة، وبعدين هابتدي أشوّحها زي ما إحنا شايفين كده. اللي عايز بقى المحشي مشطشط يحط إيه، يحط فلفل حامي. وممكن كمان الفلفل الحامي بدل ما أقطّعه كده أحطه في عصير الطماطم، أضربه في الخلاط مع الطماطم. وبعدين هانزل بعصير الطماطم، وبعدين هادعم اللون بتاع الطماطم عشان الطماطم بقت فاتحة اليومين دول ليه مش عارفة، بقى لها فترة. هانزل بمعلقتين صلصة، وبعدين ملح وكمون وفلفل، وكده إيه أسيبها بقى لحد لمّا تتسبك. تمام، تمام، ما فيش أسهل من كده. اتسبكت معايا أهي، هاكون مجهزة بقى الرز بتاعي والخضرة. بيقولوا إن لمّا تحطي الخضرة على الرز بيبقى طعمه أحلى، فأنا قُلت أجرّب الطريقة دي، ونزلت بيهم على بعض بقى كده، وخلاص كده بقت إيه الرز بتاع المحشي جاهز معايا. الفراخ بقى وهي نيّة كده هابتدي بعد ما أغسلها الغسلة التمام، هابتدي إيه أشوّحها في حتة سمنة، أدّيها صدمة. تمام، بالشكل ده. أنا مش هاحطها نيّة خالص، أنا يعني هاسويها نُص تسوية. وبعدين بعد ما أدّيها صدمة هانزل عليها بمَيّة مغلية واسيبها تستوي نُص تسوية طبعًا، وهانزل بالتوابل برضه عادي خالص. هانزل بورق لورا وحبهان وشوية فلفل وشوية ملح. حابة تحطي بصلاية حطي، بس أنا ما حطيتش بصراحة. وهاسيبها تستوي شوية عشان ما احطهاش نية على طول مع المحشي. تعالوا بقى نبتدي نقطّع الورق بتاع الكرنب بعد ما اتسلق. هابتدي أشيل الجزء بتاع العروق ده، وده طبعًا هافرشه تحت في الحلة وهاوريكم إزاي كمان شوية. وبعدين هارول كده الورقة، لو فيها أي حاجة مش كويسة باشيلها، وبعدين هالفها بالشكل ده، وابتدي أقطّع بقى إيه حجم الصباع، زي ما إحنا شايفين كده باحاول إن أنا أخلّيهم قد بعض. تمام، وبعدين هافردها كده، وابتدي أقطّعها على حسب الحتة اللي هالفها عشان تبقى جاهزة معايا. يا دوبك آخد البتاع ما أقطّعش وأنا باحشي، وأرصهم كده قدّامي. والله سهل جدًا ما فيهوش حاجة. كده أنا خلّصت الكمية كلّها. خلاص، شايفين؟ أنا باقول لكم أنا رصّاها أهو ومتقطّعة زي الفل. ممكن بقى في اللحظة دي أحتفظ بيهم في الفريزر لو أنا عايزة. تمام، تمام. هاجيب بقى العروق عشان ما تبقاش تخينة أوي، أنا باقسمها نُصّين كده عشان العرق ما يبقاش تخين تحت، وأعمل لها زي فرشة كده. وبعدين بقى الفرشة كمان بتاعة الخضار دي بتبقى حلوة أوي برضه. هاحط طماطم وجزر وبصل، وأجيب الفراخ بقى بعد ما استوت نُص تسوية، هاقوم رصّاها من تحت، هاخلّي الجلد لتحت خلّي بالنا. تمام، عشان لمّا أقلبها تبقى باينة، زي ما إحنا شايفين كده. تمام، رصيتهم بقى في الحلة كده، وبعدين تعالوا بقى نبتدي نحشي. الورق جاهز معايا والخلطة جاهزة وكل حاجة تمام. ألِف بقى على طبق، على إيدي، زي ما أنا عايزة. أحط ورقة، ورقة.
البنوتات اللي هم حابين يعني يتعلموا المحشي، أهو أنا بوريه لكم اهوت بكل سهولة. بمعلقة كده اخد شوية رز وابتدي الف الصباع، موقعش الرز بره. لو في اي حاجة زيادة بنزلها كده عشان ايه ما تقعش في الحلة. شايفين؟ تمام. وهبتدي ارص بقى الحلة كده اهو. بعد ما رصيت كمية كبيرة فيها وناقص فيها دور او اتنين هعملهم لسه كمان. طبعا بسيب مسافة عشان اعرف اسقيها شوربة. تمام. تمام. كمل بقيت بقى ايه الصف الاخير. بوريكوا تاني ازاي بلفها. تمام. بعد بقى ما هخلص الحلة بتاعتي برضو هفرشها من فوق ببقية ورق الكرنب اللي باقي عندي، بفرده كده عليها من فوق. وبعدين هبتدي بقى اسقيها الشوربة بتاعتي. الشوربة يا دوبك بتغطي الورق الكرنب يا جماعة، يا دوبك بتغطيه من فوق. ههز هزة كده الحلة علشان ايه الشوربة تنزل لتحت. وابتدي اسقي تاني لان اشوفه نزلت اهيت مش مغطياها. هبتدي اسقي تاني لحد لما تغطيه. بعد ما اسقيه ممكن احط طبق كتقل كده عليه علشان خاطر ورق الكرنب ما يفكش. بس انا ما صورتش الحتة دي. واسويه والطبق عليه عادي. تمام. طبعا اكيد كل الستات عارفة انا بقول الكلام ده للبنات اللي لسه بتتعلم. تمام. هغطيه بقى كده واسيبه لحد لما يستوي. الاول هتبقى النار عالية شوية وبعد كده لما يتشرب الشوربة هبتدي اهدي النار. خلاص استوى بقى زي الفل. تعالوا بقى نغرفه بقى سيرفيس بقى حلو، صينية زي دي زي ما احنا حابين. انا حبيت بصراحة، انا عندي سيرفيس كتير جدا وشكلها احلى كمان من الصينية دي. بس انا حبيت معرفش في اليوم ده اعمله في الصينية دي. الريحة بقى كانت قلب البيت. محشي الكرنب ده كل الناس بتحبه في الشتاء. اهو. هو بصوا يعني الصراحة يعني هو يعني في كام وحدة كده اتلسعوا مني. هو الكام وحدة اللي باينين دول هم اللي اتلسعوا بس. شايفين بقى الفراخ على الوش هي باينة. هبتدي كمان انزل الخضار اللي في الحلة من تحت. اهو الطماطم والجزر نزلتهم برضو وحطيتهم كده بشكل حلو عليه. يلا جربوه بقى على طريقتي تحفة جدا. وقولوا لي لو لكم يعني تريكات احلى مني كمان اكتبوها لي في التعليقات. الستات بقى الشاطرة تقولها لي في التعليقات.